5 4 3 2 1 lift off. في 22 أغسطس 2025 كل العيون كانت متجهة ناحية تكساس. شركة سبيس إكس راجعة تختبر تاني أكبر صاروخ في تاريخ البشرية، ستارشيب فلايت 10، المشروع اللي المفروض يودينا للقمر ومن بعده للمريخ. في نفس الوقت اللي حققت فيه شركة إيلون ماسك التانية تسلا في ربع واحد في 2025 22 مليار دولار مبيعات، غير رصيد نقدي يقترب من 37 مليار، ومصانع منتشرة في أمريكا وألمانيا والصين. وبالرغم من أن سبيس إكس غيرت نظرة العالم للفضاء وإرسال البشر للفضاء من تاني، ورجعت الأمل في الوصول للقمر، خصوصا بعد نجاح الشركة في إطلاق 67 عملية إطلاق ناجحة لحد دلوقتي، وبعتت فوق ال 16 مهمة شحن لمحطة الفضاء الدولية بالتعاون مع ناسا. إلا أن بالنسبة لإيلون ماسك النجاح مش مجرد رحلة للمريخ، النجاح كمان انك تلمس حياة مليارات البشر يوميا على الارض. وهو شايف ان تسلا اقرب لتحقيق الهدف ده عن سبيس اكس. شايف ان تسلا مش هتبقى مجرد عربيات، دي منصة ضخمة تشمل الذكاء الاصطناعي والروبوتات والعربيات ذاتية القيادة. الشركتين كل واحدة فيهم رائدة في مجالها، وكل واحدة غيرت في شكل المجال اللي موجودة فيه تماما. برغم من ان كل ده كان على وشك الانهيار والافلاس تماما في 2008، الا انه خلق النهارده كيانات صناعيه عملاقه الشركات بتحاول تجري بس عشان تحاول تجاريها، واللي يمكن لحد سنين قليله كانت بلا منازع، لحد ما ظهر العملاق الصيني اللي دلوقتي بينافس في معظم الصناعات الكبيره الامريكيه، واللي اكبرها واهمها شركه تسلا. ده كله يخلينا نسأل أسئلة مهمة. إيه اللي حصل بالظبط في تسلا وسبيس إكس في 2008؟ واللي كان هيوصلهم لحافة الإفلاس؟ واللي حصل من وقتها لحد وقت تصوير الحلقة دي خلاهم يطلعوا من قاع الإفلاس ويوصلوا النهارده ويبقوا أكبر وأغلى شركات في العالم؟ زي الشركات اللي كانت بتتريق على الشركتين امبارح، النهارده بقوا بيجروا وراهم وعندهم استعداد يدفعوا ملايين بس عشان يقدروا يستفيدوا من خدماتهم وخبراتهم. وإزاي رغم تراجع مبيعات تسلا السنين الأخيرة إلا إن لسه الشركة محتفظة بقيمة سوقية ضخمة تتقدر بالمليارات؟ ومين كان السبب في خسارتها؟ وليه ايلون ماسك شايف ان تسلا اكبر واهم شركاته حتى اكبر من سبيس اكس، على الرغم من ان كل الارقام والاحصائيات بتقول عكس كده تماما؟ والسؤال الاهم، سواء ده او ده، ليه احنا كمستخدمين عرب هيفرق معانا هيمنة سبيس اكس على الصناعات الفضائية وتسلا على صناعة السيارات الكهربائية؟ حلقة النهارده مهمة جدا، فلو عايز تعرف الحكاية للآخر حضر كوباية من مشروبك المفضل وشد كرسيك وركز معايا. أنا أحمد طه وهي دي الخلاصة. بص يا صديقي، في 2001 ايلون ماسك كان عنده حلم بسيط، عاوز يعمل صوبة زراعية فيها نباتات ويحطها على سطح المريخ، لكن اكتشف وقتها ان الصواريخ الامريكية غالية جدا والصواريخ الروسية ارخص منها بكتير. حاول يشتري صاروخ من روسيا لكنهم يتعاملوا معاه بطريقة فظة جدا، وهنا قرر يصنع الصواريخ بنفسه. استخدم الفلوس اللي كسبها من باي بال في تحقيق الهدف ده، ومن بعدها حاولوا يطلقوا فالكون 1 3 مرات، لكنه في كل مرة كان بيفشل. كل ده كان على وشك انه يتغير في السنة دي. 2008 يا صديقي كانت كابوس لكتير من الشركات العالمية، لكن بالنسبة لإيلون ماسك هتكون السنة الأسوأ في تاريخه كله. في أغسطس 2008 سبيس إكس فشلت للمرة الثالثة في إطلاق الصاروخ بتاعها، واللي للأسف ما كانش مجرد صاروخ عادي، ده كان عليه قمرين لوكالة ناسا الفضائية، غير قمر صناعي تابع للقوات الجوية الأمريكية. كل دول اتحطموا في الإطلاق. المشكلة ما وقفتش هنا، الخسارة في سبيس إكس سمعت في تسلا. تسلا ساعتها كانت بتواجه حالة من الإفلاس أصلا، وماسك كان بيصرف سيولة ضخمة جدا على سبيس إكس من عربين اتدفعت لعربيات تسلا لسه ما اتعملتش أصلا. ومش بس كده، لو ناسا يا صديقي احنا في سنة 2008، ولو ده ما لفتش نظرك لحاجة، احنا دلوقتي في قلب أكبر أزمة مالية عالمية. ورغم إن ماسك كان شايف إنه كان لازم يتحمل مسؤولية كل اللي حصل ده لوحده، لكن المساعدة هتجيله من آخر ما كان ممكن يتوقعه. مجلس إدارة باي بال اللي انقلبوا عليه من سنين وطردوه من الشركة في 2008 هيقرروا ينقذوه عن طريق ضخ 20 مليون دولار كاستثمار في شركته سبيس اكس، وده اللي ساعد انه يبقى في محاولة اطلاق رابعة لصاروخ فالكون 1. بس المرة دي لو ايلون ماسك فشل هتبقى هي دي النهاية، هيكسر سبيس اكس ومعاها تسلا للابد. كمان فريق عمل ايلون ماسك هيكون سبب في انقاذه. فبرغم طريقة تعامل ايلون ماسك القاسية معاهم والمعروفة اصلا عنه، الا انه بفضل اللي عمله ده خلى اللي كانوا موجودين معاه وقتها هم مهندسين فعلا اثبتوا شطارتهم وكفاءتهم لايلون ماسك، لدرجه انه لما كان بيشحن مكونات الصاروخ الرابع هتظهر مشكله هتخلي المهندسين يتدخلوا باي ادوات معاهم عشان ينقذوا الصاروخ. وفعلا في سبتمبر 2008 الاطلاق الرابع للصاروخ نجح. ايلون ماسك هينجح ب 500 موظف بس في تحقيق معجزه فشلت فيها شركات كبيره، وسبيس اكس هتتحول من شركه على حافه الافلاس
لشركة معاها عقد ب1.6 مليار دولار. ومع مين؟ مع ناسا. ناسا هتتفق مع شركة سبيس اكس على 12 رحلة فضائية، والعودة القوية دي خلي شركة دايملر بنز الألمانية تستثمر 50 مليون دولار لإنقاذ تسلا. تعاون ناسا مع إيلون ماسك هيخليه يصنع فالكون 9 صاروخ أقوى 10 مرات وبيشيل 9 محركات من اللي كان بيشيلهم الصاروخ فالكون 1. وفي ديسمبر 2010 بينجح في إطلاق فالكون 9 ومعاه كبسولة غير مأهولة بتوصل للمدار وبترجع بسلام تاني للأرض. مهمة ما عملتهاش غير أمريكا وروسيا والصين. دي حاجة على فكرة مش بسيطة، دي محتاجة ميزانيات حكومات ودول عظمى كبيرة. وتاني دي شركة خاصة. سبيس اكس هتثبت مرة ورا التانية إنها أكفأ من ناسا، وده اللي هيخلي ناسا تعتمد على سبيس اكس بشكل كامل في نقل البشر للفضاء مرة تانية. إطلاق ورا إطلاق فالكون 9 بيتطور بشكل مستمر، وسبيس اكس بتكسر احتكار بوينج ولوكهيد اللي كانوا ماسكين مهمات الإطلاق للجيش الأمريكي، واللي كنت كلمتك عنهم في حلقات سابقة زي القصة المجهولة لوكهيد مارتن وكيف تصنع الحروب. بعدها جوجل دخلت بمليار دولار كاستثمار في الشركة، لكن كمان ماسك كان عنده خطط تانية. الوقت اللي كان ماسك بياخد فيه عقود بمليارات الدولارات فيها اتفاقيات مع ناسا، برضه كان بيستغل صواريخه في إرسال أقمار ستارلينك وإطلاق سباق الإنترنت الفضائي. فهو كان شايف إنه لو قدر يكسب 3% بس من سوق الإنترنت اللي عائداته تعدي التريليون دولار، ساعتها هيكون عنده ميزانية تعدي ميزانية ناسا، وساعتها هيقدر يمول حلمه في الوصول للمريخ. وفي 2018 أطلقت سبيس إكس صاروخها فالكون هيفي، أقوى صاروخ في العالم. بعدها بسنتين تم إطلاق وعودة فالكون 9 23 مرة من غير أي خسارة. في سبتمبر 2021 أطلقت سبيس إكس رحلة انسبريشن 4، أول رحلة سياحية للفضاء. وفي 2022 أطلقت سبيس إكس أضعاف اللي أطلقت شركات الفضاء والدول مجتمعة، وحققت منهم إيرادات توصل ل1.4 مليار دولار. والنهارده ستارلينك وفرت انترنت لأكثر من نص مليون مشترك في 40 دولة ب 2100 قمر صناعي. يعني اغلب الاقمار الصناعيه نشطه في العالم دلوقتي تعتبر بتاعته، وده اللي ابتدينا نشوف اهميته في معظم الصراعات زي حرب اوكرانيا وحرب غزه، غير توفير انترنت على طيارات رجال الاعمال زي شركه يونايتد ايرلاينز اللي عملت صفقه بحيث يبقى في انترنت على الطيارات بتاعتهم من ستارلينك. ورغم كل ده طموح سبيس اكس لتوسيع ستارلينك ما وقفش. الشركه عملت اكتر من 67 عمليه اطلاق صواريخ السنه دي بس، وبعتت فوق 16 مهمه شحن لمحطه الفضاء الدوليه مع ناسا، وبقت مسؤوله عن اغلب الاطلاقات الامريكيه. وحاليا بتحضر لصواريخ ستارشيب اللي هتوصل 100 بني ادم للقمر ومنها للمريخ. لكن طبعا الصين مش سايباهم في حالهم. الصين بنت محطتها الفضائيه الخاصه واطلقت اقمار متطوره للاستشعار والمراقبه في الوقت اللي فيه امريكا دخلت فيه في سباق عنيف عشان تحافظ بس على تفوقها الفضائي والعسكري، خصوصا مع زياده اعتماد العالم على الاقمار الصناعيه في الانترنت والملاحه وحتى دلوقتي في مجال الحروب. هتسألني وتقول لي طب ده وضع سبيس اكس، طب بالنسبة بقى لشركة تسلا؟ بص يا صديقي، في 2008 التقرير السنوي قال ان خسائر تسلا وصلت ل 82 مليون دولار، واللي زاد وغطى ان كل المستثمرين وقفوا تمويلهم للشركة بعد ما الكل اتأكد ان دي هتكون نهاية تسلا. لكن ايلون ماسك عمل حركة جريئة وضخ 40 مليون دولار عشان ينقذ شركته من الافلاس. ورغم انتاجهم في السنة دي اول عربية كهربائية في العالم وهي الرودستر، إلا إن الأزمة المالية العالمية اتسببت في وقف مبيعات تسلا بعد كام شهر بس من إطلاق العربية. لكن بفضل علاقات إيلون ماسك مع المستثمرين قدروا يقنع شركة دايملر بنز المعروفة دلوقتي بمرسيدس بنز باستثمار 50 مليون دولار في تسلا، غير قرض ضخم خده ماسك من الحكومة الأمريكية بقيمة 465 مليون دولار مقابل إنتاج عربيات تسلا موديل اس. بس إيه؟ شوف بقى البلوت تويست ده، تسلا لازم كل يوم تقدم تقارير للحكومة الأمريكية عن قدرتها لسداد القرض، والقرض نفسه هيتسلم على دفعات مش مرة واحدة، ولو تسلا ما حققتش أهداف الإنتاج في الوقت المحدد القرض هيتوقف بشكل كامل. لكن ماسك رغم الشروط التعجيزية دي ما استسلمش، وفعلا الشركة نجحت وعدت الأزمة. لكن التحدي اللي جه بعديها كان أصعب. البطاريات ما كانتش وقتها بتدي العربيات الكهربائية مدى رحلات طويل في الشحنة الواحدة، لكن تسلا قدرت تتغلب على العقبة دي وقدمت حل عبقري، وده عن طريق تصميم مجموعة بطاريات جديدة كفاءتها أعلى والمدى اللي بتقدر تمشيه أطول يوصل ل 426 كيلومتر في الشحنة الواحدة. وبعد 4 سنين أخيرا في 2012 تم إطلاق موديل اس، وبعدها في 2016 كشف ماسك عن موديل 3، وفي 2019 تسلا فتحت مصنعها الأول في شنغهاي، وده يعتبر أول مصنع عربيات أجنبي مملوك لشركة غير صينية على أرض صينية. عشان بكده يقدر ايلون ماسك يقتحم اكبر واهم اسواق سيارات في العالم وهو السوق الصيني. لكن هل الصين ما كانتش عارفه اللي بيخطط له ايلون ماسك؟ طبعا كانت عارفه، بس هم كمان كان عندهم خطه تانية. الصين هتستفيد من خبره وتقنيات تسلا عشان تطور صناعاتها المحليه الخاصه بيها،
وده حصل فعلا، وشفناه في تطور شركات زي BYD وشاومي وجيلي اللي بقت النهارده منافس مباشر لتسلا، لدرجة إن BYD تخطت مبيعات تسلا وبقت الأولى عالميا في مبيعات السيارات الكهربائية في السنين الأخيرة. وفي بداية 2025 مبيعات تسلا انهارت بشكل واضح. ففي أمريكا المبيعات في يناير نزلت 31% مقارنة بيناير السنة اللي فاتت في نفس الوقت، وفي أوروبا الانخفاض وصل ل 43% مقارنة بيناير اللي فات. أما في الصين المبيعات نزلت ل 29% مقارنة بنفس الوقت في 2024، وقصاد ده حصل انتعاش للعربيات الصينية وعلى رأسهم BYD. بس ده مش معناه ان تسلا بكرة الصبح هتنهار. لما تركز على قصة تسلا وسبيس اكس بتشوف انها فعلا مميزة، بتخلينا نتعلم ان اي تكنولوجيا جديدة مهما فكرنا انها مستحيلة ممكن بكرة تغزو العالم. عندك مثلا رئيس شركة مرسيدس صرح ان هو ما شافش اي فايدة من استثمار شركته مرسيدس بنز في شركة تسلا، وده لان مرسيدس عملت حركه غبيه جدا اعتقد انها بتندم عليها دلوقتي، لان اول ما مشاكل تسلا بدات تتحل وطرحت اسهمها في سوق البورصه مرسيدس كانت بتمتلك وقتها 10% من تسلا، لكنها خدت قرار ببيع كل اسهم تسلا بمبلغ 780 مليون دولار. عارف لو مرسيدس ما كانتش باعت اسهم تسلا لحد دلوقتي كانت قيمه الاسهم دي هتعدي ال 100 مليار دولار، علما ان قيمه مرسيدس كلها في يومنا الحالي هي 55 مليار دولار بس، وان النهارده ايلون ماسك بقى واحد من اغنى اغنياء العالم، وتسلا نفسها قيمتها تجاوزت التريليون دولار، بقت اعلى من تويوتا وفولكس وبنز وفورد وجنرال موتورز كلهم مجتمعين. تسلا نجت من ازمه كورونا لان كل تصنيعها كان داخلي، وده لان ايلون ماسك كان عاوز يخلي صناعه اغلب قطع غيار السيارات تبقى موجوده وبتتصنع عنده، وما يعتمدش على اي قطع بتيجي من موردين من اغلب دول العالم، واللي بسببها وقفت شركات كتير وقت الكورونا. يعني باختصار سبيس اكس بتأمن حلم ماسك في الهروب بالبشرية للمريخ، وتسلا بتأمن حلمه في انقاذ الكوكب بالطاقة المستدامة والذكاء الاصطناعي والروبوتات على الارض. وده كله يوصلنا لسؤال الحلقة، في رأيك هل أمريكا هتقدر تحافظ على تفوقها الفضائي عن طريق استخدامها لشركات خاصة زي سبيس اكس، ولا الصين هتقدر تقلب موازين القوة في الفضاء لصالحها هي؟ وهل أصلا إيلون ماسك عنده خطة قدام الزحف الصيني القوي على قلب أكبر الصناعات الأمريكية واللي في مقدمتها شركاته سواء في الفضاء مع سبيس اكس أو في صناعة السيارات الكهربائية زي تسلا؟ هل هيقدر يوقف نزيف الخسائر المستمر رغم إن شركته النهاردة تعتبر لسه في مقدمة شركات صناعة العربيات الكهربائية؟ وهل ممكن في المستقبل القريب يقرر يتنازل عن شركة من الشركتين عشان ينقذ التانية؟ والسؤال الأهم، في رأيك أي دولة عربية عندها القدرة على تطوير عربيات كهربائية تقدر تنافس عالميا؟ وإيه موقفنا كعرب قدام تسابق الغرب على الصناعات الفضائية اللي بتشكل حاليا جزء من مستقبل التكنولوجيا اللي بين ايدينا؟ قبل ما انهي الحلقة مش عاوزين ننسى اخواتنا في غزة، فلو تقدر توصل لهم صوتك سواء بالدعاء او بالكلام عنهم او باي وسيلة تانية يا ريت ما تترددش. هتابع اجاباتكم بنفسي في التعليقات، ولو عجبتكم الحلقة وحابين تشوفونا تاني اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ورشحونا لاصحابكم لو عجبكم المحتوى عشان هم كمان يقدروا يستفيدوا. كده يا صديقي نكون وصلنا للنهاية، اشوفكم الحلقة الجاية ان شاء الله. سلام.